في أواخر صيف سنة 1989 بوني بيشوب اللي عندها 39 سنة نطت في حمام السباحة في النادي بتاعها الموجود في نيو مكسيكو. الوقت كان لسه بعد الشروق على طول، غمضت عينيها والمية الساقعة كانت بتجري على وشها وكانت مستمتعة. هي ما كانش فارق معاها إن المية الساقعة، بالعكس هي كانت بتفوقها. بوني كانت بتعوم تقريبا كل يوم الصبح، بعدين تنشف نفسها وتدخل الجيم وتبدأ إن هي تكسر جسمها. هي كانت لاعبة تنس محترفة، وكان مهم بالنسبة لها إن هي تفضل في أحسن حالة بدنية ليها. بس في صباح اليوم ده بوني صحت من النوم حاسة إن هي دايخة ومصدعة، ما كانتش بتنام كويس الفترة الأخيرة، وكان أصعب من العادي إن هي تشجع نفسها إن هي تروح وتعوم. بس هي قاومت تعبها، زقت نفسها في المية على أمل إن هي تحس إن هي أحسن لما دمها يجري في جسمها. وفي نص لفتها التانية لقيت نفسها ظبطت رتمها أخيرا، والصداع بدأ إنه يختفي تدريجيا. بس فجأة حست بوجع حارق ضرب في نص جسمها، كأن حد بالظبط قطعها نصين بسكينة سخنة. هي اتفاجئت من الوجع لدرجة إن هي شرقت وبلعت تقريبا شوية مية. حاولت إن هي تكح عشان تطلعها، بس فجأة جسمها كله بدأ إنه يجيله تقلصات، مبقتش قادرة إن هي تعوم في مكانها، يدوب كانت قادرة إن هي تحافظ علشان ما تغرقش. بوني اترعبت، بدأت إن هي تخبط في المية بتحاول وهي يائسة إن هي تطلع من حمام السباحة. بس كل ما كانت بتحاول إن هي تضرب برجليها كانت رجليها بتكلبش، كأنها أسوأ شد عضلي جالها في حياتها. وعشان كده هي بسرعة بدأت إن هي تقلق إن هي ممكن تغرق هنا في نص حمام السباحة اللي طول عمرها بتستخدمه. حاولت إن هي تهدي أفكارها المرعبة، أجبرت نفسها إن هي تعوم عوم بسيط كده ناحية الحافة بتاعت حمام السباحة. ومهما كان الوضع مش مريح، أخيرا هي قدرت فعلا إن هي توصل للحرف بتاع حمام السباحة، وانهارت على السلالم اللي في الجزء اللي مش غويط. وأثناء ما كانت بتكح ومش قادرة إن هي تتنفس، في شخص ما شافها وجري بسرعة وطلعها. قعدها في مكان ما، هي ما كانت مش قادرة تتنفس، بدأت إن هي تكح، وطول ما كانت بتكح كانت بتطلع المية اللي كانت شربتها. جسمها فضل يتشنج من الوجع، بدأت إن هي توطي بجسمها وده يخفف الوجع شوية. سابت نفسها قاعدة كده بتتنفس ببطء، وبعد كام دقيقة الوجع بدأ إنه يهدى فعلا. كانت حاسة بوجع في جسمها، خايفة جدا من اللي لسه هيحصل، بس دلوقتي قدرت إن هي تقف وتمشي. الشخص ده سألها إذا كانت كويسة، وهي أكدت له إن هي هتبقى تمام. بس هي كنسلت باقي التمرين بتاعها في اليوم ده، وهي أكدت له إن هي هتبقى تمام. بس بوني كنسلت باقي التمرين بتاعها اليوم ده وروحت البيت على طول، وهي بتحاول إن هي متتخضش قوي من اللي حصل. في أكتر من 30 سنة من التدريب الرياضي الجاد، بوني عمرها ما حست بوجع زي ده. كانت متعودة إن هي تكون متحكمة بجسمها بشكل كامل، وهي ما كانتش بتحب أبدا إن هي تحس بالعجز أو الضعف. لكام ساعة بوني حست إن هي طبيعية تاني، وحاوت إن هي تنسى الموضوع ده. بس بعد الظهر الوجع الشديد رجع تاني، وهنا بوني أدركت إن ده مش من النوع اللي هي ممكن تنسى مثلا وتقول إن هو هيروح لوحده. فعشان كده قررت إن هي تتصل بدكتورها العام، وأخدت ميعاد لتاني يوم الصبح. تاني يوم بوني كانت بتتلوى من الألم وهي نايمة على سرير الكشف في عيادة دكتورها. عضلاتها كانت لسه وجعاها، حاولت إن هي تدلك رجليها عشان ما تتشنجش، بس ما كانش فيه أي حاجة بتنفع. ومن وقت لتاني الوجع الحاد ده كان بيقطع في نص جسمها. لما الدكتور دخل، بوني اللي كانت متنية على نفسها مش مرتاحة خالص، شرحت لدكتورها ايه اللي حصل لها في حمام السباحة امبارح، وازاي كان مرعب ان هي تدرك ان هي كانت ممكن تغرق. قالت له عن الوجع اللي زي الطعنات في رجليها اللي خلاها تقريبا مش قادرة ان هي تمشي، والوجع الخفيف بس المستمر في كل جسمها، زائد ان هي حاسة ان هي تعبانة قوي. الدكتور بتاع بوني كان مستغرب. هي كانت سيدة صحتها ممتازة، ما عندهاش أي أمراض مزمنة زي التهاب المفاصل اللي ممكن يفسر التشنجات العضلية المؤلمة دي، والفحص البدني المبدئي بتاعها ما أظهرش أي حاجة مش طبيعية. ضغط دمها ونظرها وسمعها كانوا كلهم طبيعيين، وكل اللي كان باين عليها إن هي عندها سخونية خفيفة. بعدين الدكتور ده رجع لورا وكشر وقال لبوني إن هو عايز يطلب تحليل دم كامل عشان يتأكد إن ما عندهاش أي عدوى. هي هزت راسها على أمل إن هي تعرف قريب إيه اللي بيحصل لها. دكتورها قال لها إن هي ممكن تستنى على سرير الكشف، وإن في ممرضة تدخل دلوقتي حالا وتاخد عينات الدم. بعد ساعة بوني فتحت عينيها ولقت نفسها بتبص للسقف.
كانت مشوشة تماما للحظة، بعدين أدركت إن هي أكيد راحت في النوم بعد ما الممرضة دخلت وأخدت منها الدم. نفس الممرضة دي كانت واقفة دلوقتي جنبها بالظبط. الممرضة كانت بتعتذر لها إن هي صحتها، بس قالت لبوني إن مينفعش إن هي تكمل نوم في أوضة الكشف دي. بوني هزت راسها كأنها فاهمة الوضع، وبعدين بدأت إن هي تقوم ببطء عشان تمشي. بس بعد لحظة دكتور بوني دخل وهو ماسك الملف بتاعها، وشكله كان بيقول إن في حاجة غلط. بوني حبست أنفاسها والدكتور بدأ يشرح إن دم بوني فيه 10 أضعاف الكمية الطبيعية من نوع خاص من كرات الدم البيضاء اللي اسمها الإيزونوفيلز. المفروض إن هي بتحارب العدوى وبتتكاثر لما الجسم بيتهاجم من بكتيريا أو طفيليات أو أعداء تانيين، وده معناه إن جسم بوني كان بيحارب حاجة فعلا. بوني بدأت إن هي تستعد نفسيا وهي بتسأل يعني إيه؟ يعني ده معناه إيه بالظبط؟ دكتورها بص في الأرض لثانية، بعدين بصوت واطي قال لها إن عدد الإيزينوفيلز العالي زي بتاعها ده معناه إن ممكن يكون عندها سرطان. بوني طبعا اتصدمت. قبل ما تبدأ تحس بالوجع ده هي كانت بصحة كويسة، إزاي ممكن يكون جالها حاجة خطيرة زي السرطان؟ حطت راسها بين إيديها. الممرضة قربت طبطبت على ظهرها. بوني كانت حاسة بالدموع بتتجمع في إيديها، حست كأن جسمها اتخطف منها. هي كانت رياضية، فكرة إن هي تفقد قوتها رشاقتها وتمر بعلاج كيماوي أو جراحة أو أي علاج تاني هتحتاجه خلتها تحس بالرعب. بس هي كانت بتفتخر إن هي قوية ذهنيا جدا، وكانت عارفة إن ده مش وقت الانهيار. فقررت إن هي تتغلب على خوفها وقعدت معدولة. هي مش هتستسلم أبدا للحزن ده، وبدلا من كده سألت دكتورها إزاي يحاربوا الموضوع ده. وهنا شاف الدكتورة بيرسم ابتسامة صغيرة على وشه لما شاف الحماس بتاعها. هو قال إن الموضوع هيحتاج تحاليل أكتر عشان يتأكدوا إذا كان عندها سرطان فعلا، عشان كده هو كان عايز يحولها لقسم الأورام الموجود في المستشفى المحلي. بوني وافقت، مسكت تليفونها عشان تتصل بمامتها جاكي. بوني كانت عارفة إن أهلها يبقوا عايزين إنهم يوصلوها المستشفى ويدعموها في أي حاجة هتحصل. بعد الظهر بوني كانت حاسة إن عضلاتها مولعة نار وهي قاعدة على كرسي في العربية بتاعت مامتها. وصلوا المستشفى المحلي اللي دكتورها العام كان بعت لهم تحاليلها بالفعل. مامة بوني ساعدتها إن هي تنزل من العربية، بعدين ساعدتها إن هي تمشي، وكانت مش قادرة إن هي توصل للباب بتاع المستشفى. لحسن الحظ موظفة الاستقبال قالت لبوني إن دكتور الأورام جاهز يشوفها حالا، وظهرت ممرضة في أوضة الانتظار معاه كرسي متحرك، وبدأت إن هي تساعد بوني إن هي تقعد. بعدين زقتها في الممر لحد عيادة دكتور الأورام. بوني طلعت على سرير الكشف، بعدين دكتور دخل الأوضة وعرف نفسه بأنه دكتور ويليام. في الوقت ده الوجع بتاع بوني في بطنها بدأ إن هو يرجع تاني. بدأت إن هي مش قادرة إن هي تتنفس برضه. الوجع كان شديد لدرجة إن هي ما كانتش لاقية كلام توصفه بيه. بعدين بصت لفوق وشافت دكتور ويليام بيراقبها بتركيز شديد، وسألها إذا كان الوجع عامل زي وجع السنان بس في كل جسمها. بوني رفعت حواجبها من التشبيه الغريب والمحدد ده، بس قالت له أيوة، هو ده بالظبط الإحساس اللي أنا حاسة بيه. دكتور ويليام هز راسه وشرح إن عدد كرات الدم البيضاء العالية عند بوني بيسبب التهاب في أعضائها وأنسجتها التانية في كل جسمها. لو ما قللوش الورم ده الوجع هيزيد أكتر وأكتر، وقال لها إنه مبسوط جدا إن هي جت على طول. دكتور ويليام قال لبوني إنه هيعمل لها تحليل للكبد ويطلب أشعة ويعمل تحاليل دم زيادة. قال إنه لو فعلا عندها سرطان فالتحاليل اللي هيعملها دي هتوريه مكان السرطان في جسمها. ورغم التفاصيل المخيفة اللي الدكتور كان بيقولها، بس بوني حاولت إن هي تكون متفائلة. كان بتأمل إن لو فعلا عندها سرطان يكونوا اكتشفوه بدري كفاية عشان تقدر إن هي تحاربه. للساعة اللي بعدها بوني كانت بتجز على أسنانها والألم بينهش في جسمها. في الحقيقة الوجع كان شديد لدرجة إن هي يدوب فاكرة دكتور ويليام وهو بياخد عينات الدم أو الممرضة وهي بتوديها أوضة الأشعة. بوني كانت بتفضل تقول لنفسها إن هما قريبا هيعرفوا إيه المشكلة وإزاي يصلحوها. وأخيرا بعد نص ساعة من آخر أشعة ليها دكتور ويليام دخل الأوضة، وبوني جهزت نفسها مستنياه إن هو يأكد لها إن هي عندها سرطان. حست بضربات قلبها بتزيد وبطنها قلبت عليها لأول مرة طول اليوم. كانت قلقانة جدا لدرجة إن هي بطلت تفكر في كل ألمها الجسدي الرهيب. بس هنا دكتور ويليام قال لها إن كل التحاليل بتاعتها طلعت سلبية. هو حتى عمل لها تحليل للحساسية والربو والطفيليات، بس مفيش حاجة ظهرت في تحاليلها.
دلوقتي هما ما قدروش إن هما يستبعدوا السرطان تماماً، لأن في أنواع منه طبعاً مش هتظهر في التحاليل دي، بس ما كانش فيه أي أورام واضحة في الأشعة بتاعتها. بوني فتحت بقها وهي بتحاول تلاقي كلام تقوله، كانت متشجعة إن هي ما عندهاش أورام، بس كان واضح إن في حاجة غلط فيها، ولحد ما الدكاترة يعرفوا إيه هي الحاجة دي مفيش أي طريق للعلاج. الموضوع ده طبعاً كان يرعب. بوني في الوقت ده بصت لفوق لما الدكتور قعد قدامها على الكرسي بتاعه وبدأ إن هو يأكد لها إن هو يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يساعدها. قال لها إن هو تواصل بالفعل مع دكاترة تانيين في المنطقة عشان يستشيرهم في الحالة دي. في الوقت ده هما يضطروا إن هما يدخلوا بني المستشفى عشان يقدروا يساعدوها تتحكم في ألمها، وده معناه إن هي طبعا هتقعد شوية. بعد 3 أيام بني كانت في السرير بتاعها في المستشفى، عينيها مقفولة وبتتخيل نفسها في ملعب التنس. كل ما كانت بتحتاج تشتت نفسها كانت بتحب تفتكر الماتشات بتاعة التنس القديمة، وتفتكر ايه اللي كان المفروض تعمله بشكل مختلف. ده كان بيساعدها ان هي تشيل عقلها عن اللي بيحصل وعن الألم اللي كان بينهش جسمها. بعد شوية سمع دكتور ويليام دخل الأوضة. هي فتحت عينيها وشافت دكتور ويليام واقف عند طرف السرير بتاعها وسألها عاملة ايه، وجنبه كان في رجل دكتور ويليام عرفه بأنه دكتور فل، دكتور ممارس عام جه مخصوص عشان بوني. بوني قعدت حاولت إن هي تقول أهلا بس صوتها كان مبحوح، حست إن نفسها مقطوع تماما. دكتور فل أشار لها إن هي ترجع وتنام وإن مفيش مشكلة، قال لها إن هي فعلا محتاجة توفر قوتها. بوني استرخت ودكتور فل قرب من سريرها وقال لها إن هو بص على حالتها واستشار دكتور ويليام، ومن رأيه ممكن يكون عند بوني سرطان فعلا، مع إنه مش في أعضائها أو أنسجتها. عدد كرات الدم البيضاء العالية بتاعها ممكن يكون مؤشر إن عندها لوكيميا، وهو نوع طبعا من سرطان الدم. التشخيص المحتمل ده بقى يعني كلنا نقدر نتخيل هو عمل إيه في بوني، خصوصا مع الأخذ في الاعتبار إن هي قبل كده اتقال لها إن هي ما عندهاش سرطان فكانت مبسوطة، ودلوقتي رجع قال لها إن لأ ممكن يكون عندها فعلا، خصوصا إن باباها كان عنده صديق مات باللوكيميا، وهي كانت عارفة إنه ممكن يكون من أشرس أنواع السرطان في محاربته. وعشان كده بوني انفجرت في العياط. حاولت إن هي تاخد نفسها وتهدي نفسها بس الدموع فضلت تنزل وبدأت إن هي تنهج. وسمعت الدكاترة هما بيقولوا هيروحوا يجيبوا لها أكسجين إضافي، وبعد كام لحظة حست بقناع أكسجين بيتحط على وشها. بصت لفوق ولقيت كل الدكاترة بيقولوا لها إن هي تحاول تتنفس ببطء. بمساعدة الأكسجين قدرت إن هي تتحكم في نفسها تدريجيا. سندت على سرير المستشفى وهي حاسة إن هي مستنزفة تماما. بمجرد ما بدأت إن هي تفوق شوية دكتور فيل شرح إنه عشان يحددوا إذا كان عندها لوكيميا فعلا ولا لأ هيحتاجوا إنهم يختبروا نخاع العظام بتاعها، وده بيتطلب إدخال إبرة في عظامها. هو يحتاج شوية وقت عشان يحدد ميعاد العملية، فهي تحتاج إن هي تقعد في المستشفى يوم أو يومين كمان قبل ما يعرفوا النتيجة النهائية. بعد كام ساعة دكتور ويليام كان بيخلص شوية ورق لما ممرضة جات له وقالت له إن نفس بوني كان بيسوء ودلوقتي هي يدوب قادرة تتنفس. هو جري طبعا في ممر المستشفى، دخل الأوضة بتاعتها بسرعة ولقاها برضو متنية لقدام على السرير بتكح وبتصارع عشان تاخد نفسها. ممرضة كانت بتلف حواليها بتحاول إن هي تركب أنابيب تنفس في مناخيرها عشان تديها أكسجين. دكتور ويليام مسك السماعة فورا حركها على ظهر بوني، كان بيسمع لأي حاجة مش طبيعية جواها. قال لبوني من فضلك خدي نفس عميق، ولما عملت كده سمع صوت فرقعة خفيفة في رئتيها. لما سمع الصوت ده اتضايق جدا لأن الأصوات دي المعروفة باسم كراكلز كانت معناها إن رئة بوني بتتملى بالسوائل بالتأكيد. عشان كده بوني كانت بتواجه صعوبة كبيرة في التنفس كأن جسمها بيحاول يغرقها. وده ما كانش كل حاجة، دكتور ويليام كان شايف إن جسم بوني بدأ إن هو يورم خصوصا في بطنها، كان يبدو كأن جسمها كان بيتملى بالسوائل. هو في الوقت ده طلب استدعاء لكبير الجراحين، وبعدين طلب من ممرضات بوني إنهم يجهزوها فورا لعملية طارئة. وفي خلال ساعة بوني كانت في أوضة العمليات، وبعد 3 ساعات دكتور ويليام وقف عشان يحيي واحد من الجراحين اللي خدوا بوني بسرعة للعمليات صباح اليوم ده. الجراح كان شكله مرهق تماما. قال لويليام إنه بسبب تراكم السوائل في جسم بوني كانوا محتاجين إنهم يفتحوا تجويف صدرها بالكامل عشان يعملوا العملية بدلا من استهداف مناطق معينة بالإبر. لما فتحوا بوني شافوا إن تورم في جسمها زاد لدرجة إنه كان بيخنق المجرى بتاع الهواء بتاعها. بين ده وبين السوائل اللي في رئتيها
ما كانش غريب أبدا إن بوني كانت مش قادرة إن هي تتنفس. الجراح شرح إن هم قضوا ساعتين بيشيلوا أكتر من جالون من سائل أصفر سميك من جوه الرئة والمعدة والكبد بتاع بوني، وقال إن هم عشان شالوا السائل ده فده يخليها عايشة دلوقتي، بس غالبا السائل ده هيرجع تاني لأنهم مش بيعالجوا مرض بوني الأساسي. المرض الأساسي بتاع بوني هو اللي بيخلي السوائل دي تتجمع. حالة بوني في الوقت ده طبعا كانت حالة حرجة، بس في الوقت ده برضو كان فيه شوية أخبار كويسة. الجراح أثناء العملية قدر إنه ياخد عينات نخاع العظام بتاع بوني والكبد والمعدة والمبيض، وده هيخليهم يختبروها للوكيميا وعدوى تانية. دكتور ويليام كان بيأمل إنه يقدر يعرف أخيراً إيه اللي بيخلي عدد كرات الدم البيضاء عند بوني عالي قوي كده. بس تاني يوم الصبح لما كان بيبص على نتائج التحليل بتاعة بوني بدأ يحس بمشاعر مختلطة. ما كانش فيه أي علامة للوكيميا في أي أنسجة من بوني، وده معناه إن هي فعلاً وبشكل نهائي ما عندهاش سرطان، وده طبعاً كان كويس. بس رغم كده تحليل العينة أظهر إن خلايا الدم البيضاء المتخصصة انتشرت في كل جسمها، وهو لسه ما عندوش فكرة ليه ده بيحصل. بوني كانت على وشك الموت بشكل خطير، ودكتور ويليام كان قلقان جدا إنه ما عندوش الوقت الكافي إنه ينقذها. تاني يوم الصبح دكتور ويليام خبط على باب الأوضة بتاعت بوني في المستشفى، بعدين دخل ابتسم لمامتها جاكي اللي كانت بتقرأ في الركن اللي جنبها. بعدين وجه انتباهه لبوني، اتصدم لما شاف قد ايه شكلها ضعيف، كانت شحبة بشكل مرضي وأضعف من ان هي حتى ترفع راسها. بصلها شوية بعدين اضطر يقول لها الأخبار الوحشة، وان هو لسه مش عارف ايه اللي مخليها تعبانة، وان هو معندوش اختيارات لعلاجها. قال لها ان هو يكتب لها دواء قوي عشان يقلل الالتهاب والتورم في كل جسمها، بس بينه وبين نفسه كان عارف ان ده مجرد حل مؤقت. لو ملقوش اجابة قريب للمرض ده هو مش عارف ازاي بوني ممكن ان هي تنجو. من كام يوم بوني لما كانت بتسمع اي كلام كانت بتنهار من العياط، بس دلوقتي وهي سامعة الدكتور بيتكلم كانت بصاله كده بنظرة جامدة تماما. دكتور ويليام في الوقت ده النظرة دي كان صعبان عليه جدا، كأنها فاقدة الأمل. فبدأ إنه يحاول يعصر دماغه عشان يلاقي أي طريقة، ممكن لسه ما جربوش حاجة معينة. بعدين جات له فكرة، لف بسرعة لجاكي مامة بوني وطلب منها طلب غريب جدا. هو كان عارف إن هي محاولة يائسة تماما، بس ده كل اللي كان عندهم. تاني يوم الصبح مامة بوني ادت دكتور ويليام كيس ورق مليان فيتامينات مسكنات أدوية منومة ومكملات غذائية كلها من شقة بوني. دكتور ويليام كان طلب من مامة بوني إن هي تروح تفتش الدواليب بتاعت بوني وحمامها وتجيب أي حاجة بوني كانت ممكن إن هي تكون بتاخدها. كان بيتساءل لو ممكن حاجة هي بتاخدها فيها مسبب للحساسية أو حاجة تانية هي اللي مسببة لها المرض ده. ويليام بحماس فضل الكيس على مكتبه وبدأ يفرز كل العلب البلاستيك، بس هو بيقرأ المكونات على كل علبة من دول والحاجات المختلفة اللي على مكتبه ما شافش أي حاجة ممكن يكون ليها رد فعل تحسسي مشابه لأعراض بوني. طبعا حس بإحباط وحس للمرة التانية إنه يوصل لطريق مسدود. في اللحظة دي تليفون دكتور ويليام بدأ إن هو يرن. اللي كان على التليفون كان دكتور فل، الدكتور الممارس العام اللي استشاره في الحالة بتاعت بوني واقترح إن هي ممكن يكون عندها لوكيميا. الدكتور شرح إن في سيدة اسمها كاسي جت عيادته صباح اليوم ده، وإن هي عندها 43 سنة وكانت بتعاني من صعوبة في النوم. في الحقيقة قالت إن خلال ال3 أسابيع اللي فاتوا منامتش أكتر من كام دقيقة في الليلة. كل مرة كانت بتبدأ إن هي تروح في النوم كانت بتفوق فجأة حاسة إن عضلاتها مولعة نار، ودلوقتي هي بتعاني من صعوبة في التنفس وبدأ يجيلها ألم بيعذبها بيجري في كل جسمها على فترات منتظمة. حسب كلام دكتور فيل كاسي قالت إن هي حاسة كأن عندها مية نار تحت جلدها. دكتور ويليام طبعا عيونه وسعت، ما كانش مصدق اللي بيسمعه. أعراض كاسي كانت مطابقة تقريبا للأعراض بتاعت بوني، وسأل إذا كان عندها برضو مستويات عالية من كرات الدم البيضاء، ودكتور فل قال له أيوة هي كمان عدد كرات الدم البيضاء عندها كان فوق الخيال. ويليام أدرك إن دكتور فل بيقوله بشكل أساسي إن حالات السيدتين دول ممكن تكون مرتبطة، وده معناه إن السيدتين دول ممكن يكونوا اتعرضوا لنفس الحاجة اللي خلتهم يتعبوا. بس ده كان معناه حاجة تانية كمان، الدكاترة ممكن يكونوا بيشهدوا بداية حالة معدية جديدة بس ما كانش عندهم أي فكرة إيه سببها. الوضع دلوقتي بقى قنبلة موقوتة.
ويليام بعد ما عرف الموضوع ده كان محتار جدا، قام عشان يجيب فنجان قهوة عشان يقدر يفكر. ولما رجع مكتبه معاه قهوته، التليفون على المكتب كان بيرن، وكانت دكتورة تانية في مركز صحة المرأة القريب بتتصل بخصوص تحويل مريضة. هما كانوا عايزين ويليام يبص على سيدة عندها عدد كرات الدم البيضاء عالي جدا وألم عضلي شديد. السيدة دي كان عندها نفس أعراض بوني والمريضة بتاعة دكتور فل، بس بدل ما يحس بيأس أكتر بوجود ناس أكتر عندهم الأعراض دي، ويليام فجأة حس بالنشاط. لو قدر يلاقي رابط واحد من الثلاث سيدات دول، هو غالبا هيعرف ايه بالظبط اللي بيخليهم يتعبوا، ولو اتصرف بسرعة ممكن ان هو ينقذ الثلاثة. ويليام مسك التليفون وعمل كام مكالمة، وخلال كام ساعة مكتبه كان متغطي بعلب حبوب وعلب فيتامينات وأدوية منومة. دي كانت كل الأدوية اللي اتجمعت من الثلاث سيدات دول الثلاثة المرضى. بس ويليام بقى لما كان بيبص على الأدوية اللي الثلاثة بياخدوهم، لفت نظره حاجة، إن في حاجة مشتركة بين الثلاث سيدات، وهي علبة زرقاء من دواء منوم طبيعي بيتباع من غير روشتة، ومش هقدر للأسف إن أنا أقول اسمه. ويليام كان عارف إن الثلاث سيدات كانوا بيقولوا إنهم بيعانوا من صعوبة في النوم الفترة الأخيرة، فلازم يكونوا كانوا بياخدوا الدواء ده في نفس الوقت اللي تعبوا فيه علشان يقدروا يناموا. في العادي المكمل ده ما كانش بيضر، بس ويليام شك إن في حاجة في الماركة دي بالذات هي اللي بتضر المرضى دول، وكان متاح على الرفوف في كل مكان. فلو كان كلامه صح، فهو لازم إن هو يتصرف دلوقتي قبل ما الناس تبدأ إن هي تتعب. مسك التليفون واتصل بوزارة الصحة في نيو مكسيكو بخصوص انتشار المحتمل للمرض. وزارة الصحة بدأت تحقيق فوراً، وفي نوفمبر 1989 بعد حوالي 3 شهور من أول مرة بوني تعبت فيها، إدارة الغذاء والدواء أصدرت قرار سحب على مستوى البلد لكل المنتجات اللي بتحتوي على المادة دي. بعد 6 شهور من كل ده، مركز السيطرة على الأمراض عمل دراسة على مستوى البلد، ولقى إن كل المرضى اللي تعبوا ومنهم بوني كانوا بياخدوا الدواء ده من تصنيع شركة يابانية مشهورة. الشركة دي كانت بتحاول إن هي تهندس بكتيريا وراثياً، هي كانت هتساعدهم إنهم ينتجوا المنوم ده بتكلفة أقل، بس البكتيريا دي لوثت كل الدفعات، وده سبب 1500 حالة زي حالة بوني، ومن الحالات دي 37 أمريكي ماتوا بسبب انتشار المرض. الدواء ده اتمنع في الولايات المتحدة لحد سنة 2005 من وقت ما تم تحديد خطأ التصنيع، وما حصلش أي حالات إضافية من الدفعات الملوثة، وبوني كانت من المحظوظين اللي نجوا من المرض ده. بس خدت وقت طويل عشان تقدر إن هي ترجع لحياتها الطبيعية. فضلت في المستشفى شهر قبل ما تكون كويسة كفاية عشان تروح بيتها، وخدت سنين أكتر، بس في النهاية بوني اتعافت تماما، وأخيرا حست إن هي متحكمة في جسمها تاني، واستمتعت بنمط حياتها النشط أكتر من أي وقت فات، وده طبعا بفضل تفكير الدكاترة السريع. أما بقى بالنسبة لكاسي اللي دكتور فيل كان بيعالجها، فدي كمان الحمد لله تعافت تماما. طبعا في النهاية يعني عايزين نحمد ربنا دايما على نعمة الصحة. جسمنا مش دايما بيكون حلفنا، أوقات بيخوننا وأوقات بيخذلنا من غير ما يكون لنا يد في ده، لكن وسط كل ده لازم نفتكر إن وجودنا في الحياة دي نعمة، وإن كل نفس بنتنفسه هو فعلا فرصة جديدة، وإن دايما نحمد ربنا على الصحة اللي عندنا وعلى الأيام اللي بنعيشها مهما كانت صعبة. في ناس فعلا بتعيش أيام أصعب مننا بكتير. وبس كده حلقتنا خلصت. أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملولي لايك، تقولولي رأيكم في الكومنتات، وبإذن الله أشوفكم في حلقة جديدة.